الاهلي هيلاعب الهلال السوداني من غير جمهور. الاهلي ماله؟ ما اعرفش. الاهلي ايه حكايته في الموضوع دوت؟ ما اعرفش. هل الاهلي تدخل في الموضوع دوت؟ لا. طب ليه الموضوع ده؟ انا مش فاهم. الاهلي داخل في جمله مفيده ليه مع الناس دي؟ انا جاي العبك، عليك عقوبه بتنفذ عليك. هسألك يا زملكاوي شويه اسئله عشان ما تحطش برضو الاهلي في جمله برضو، والزمالك لو وقع يبقى الاهلي. بالله عليك اذا عجبك الفيديو تبخل عليها باللايك والاشتراك وتفعل الجرس، وخير ما نبدا به الصلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هناخدها حكايه 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 حكايه. الاهلي هيروح يلعب في السودان مع الهلال السوداني ان شاء الله بكره باذن الله، وباذن الله يكون حليفنا الفوز. الهلال عليه عقوبه بتتنفذ. الاهلي ماله؟ افهم واعل. الاهلي ماله؟ حضرتك حظك ان اول ماتش ليك هيتلعب مع الاهلي. حظك. الاهلي ليه بقى؟ الاهلي طول اصل الاهلي الفتى المدلل للكاف. الاهلي 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 يا جدعان، احنا دلوقتي معلش يعني عندنا واحد اسمه هاني ابو ريده في الكاف، هو الوحيد اللي موجود من مصر ومالوش اي علاقه بالنادي الاهلي، ما بيساعدش اللي في النادي الاهلي في اي حاجه عشان نبقى واضحين. فالاهلي هيبقى الفتى المدلل لايه يعني؟ الاهلي هيبقى النانوس بتاع الكفل ازاي يعني؟ انا عايز افهم. واحنا مالناش حد هناك، والاهلي ملوش حد هناك. الاهلي قوي باسمه. الاهلي قوي باسمه بجماهيره ببطولاته. فمش اي حد يتكلم في اي حاجه يبقى الاهلي الاهلي الاهلي. يا سيدي الاهلي ملوش دعوه. العب واكسبني، ما انا اتعادلت معاك هناك. وانت نسيت السنه اللي فاتت ساعه القبض اللي فاتت القبض اللي فاتت، ها؟ لما لعبت الاهلي نزلوا في نص الملعب وكان كردون كده من القوات المسلحه عندكم او كانت الشرطه، والاهلي ساعتها ما قدمش حتى شكوى وقال لك احنا اخوه واحنا واحنا واحنا. بدل ما تحفظ الجميل ها، ان الاهلي ما قدمش فيك شكوى وكانت تبقى عقوبات كبيره. ها، بدل ما تحفظ الجميل تقول اصل الاهلي واصل الاهلي واصل الاهلي. طبع الزملكاويه غلب عليكم. كل ما تتزنق تجيب سيره الاهلي، الاهلي ماله؟ حضرتك عليك عقوبه، الاهلي ماله؟ انا عايز افهم. فيا ريت سيره الاهلي ما تجيش في حاجه تاني. العب في الملعب واكسبني. هتلعب بجمهور من غير جمهور الاهلي هيكسبك، لان انت كده. الاهلي بيكسبكم بتيجوا على عينيكم بقى، خلاص الموضوع خلص. ما تقعدش تقول اهلي. ما تطلعش حجه. من دلوقتي عشان لما تتغلب تقول اصل وحصل وفصل والحكايه والروايه والكلام الفاضي ده. لا، عليك عقوبه بتتنفذ. الاهلي ملوش دعوه. بيتهيألي شطه يعني الكابتن شطه طلع قال يعني هو من عندكم السودان، قال الاهلي ملوش دعوه. قال لك لا انت حتى مصر ما تملكش يعني معلش حد. قال لك ما فيش غير واحد اسمه هاني ابو ريده وعلى الله حكايته. ما بيساعدش غير نادي الزمالك بس. اكسبني كوره، ما تكسبنيش بس كلام. يا سيدي حكايه الراجل الطيب اللي شغال ورك هبهبه على طول على النادي الاهلي من ساعه ما طلع القرار بتاع الكاف اللي هو الهلال هيلعب من غير جمهور. طب الاهلي ماله؟ ما تخليك في نفسك يا عم. ما تشوف انت ما تشوف يعني الغلط جاي منين وصلحه. حاجه غريبه. ماشي يا عم، احنا عرفنا ان ازمه قيد الزمالك هتتحل، وده معروف. ومعروف اللي هيحصل حركات وحلوات كده بين الزمالك واتحاد الكوره. وقلنا قبل كده في نفس القناه هنا، قلنا ان ده كلها حركات وحلوات بيعملوها مع بعض. انت لو حضرتك عايز تقفل القيد كنت قفلت السيستم من الاول، كنت عملت النادي الزمالك حظر عشان ما يقيدش حد. انت حضرتك سبتها مفتوحه. ايد يا عم يا زملكاوي، وكده ولا كده احنا بينا وبين بعضينا. واول لما اتزنقت وقلت اروح للفيفا، الفيفا قال لك ايه ده شأن داخلي. حل انت بتقول الزمالك مش مظبوط غير لما يدفع الفلوس. انت بتقول هيدفع 7 مليون، 3 في 4 من 70 مليون. والباقي يعني هيدفع 70 مليون يعني، ولا هيدفع 3 مليون ولا 4 مليون مش فاهم. والباقي هي طبخه بتطبخ والاتحاد بيخاف من الصوت العالي. الاتحاد المصري عندنا بيخاف من الصوت العالي، فهي طبخه بتطبخ بس على نار هاديه. قال يعني عشان خاطر ايه؟ يقول لك احنا ايه؟ اصل في حاجه هتعمل اكيد في النادي الاهلي. نوريك يقول لك ايه؟ بص بقى احنا اهو الزمالك عملنا 1 2 3 فكده احنا كمان الاهلي واحد. بص احنا على مسافه واحده بين الانديه. شفت احنا حلوين ازاي؟
انت حضرتك لو في اصلا نيه انك هتمشي مظبوط كنت قفلت السيستم، عملت حظر على نادي الزمالك. انت ما عملتش حظر على نادي الزمالك وسبت السيستم مفتوح. افهم انت بقى يا اللي بتفهم، افهم انت اللي بتفهم. تعالوا على حكايه جميله كده. جمهور الزمالك كل ما يحصل حاجه للنادي الاهلي، لنادي الزمالك، كل ما انا اسف، جمهور نادي الزمالك كل ما يحصل حاجه لنادي الزمالك يقول لك اصل الاهلي، اصل الاهلي، اصل الاهلي، اصل الاهلي. الاهلي هو اللي خلانا نتغلب، الاهلي هو اللي خلاه عليا فلوس، الاهلي هو اللي مش عارف ايه، الاهلي اللي ضربني، الاهلي اللي شتمني. ما تيجي نفكر كده بالعقل. يعني تعال نفكر وانت كده بالعقل، واقطع عليك شويه اسئله، ولو انت صاحب تفهم كوره وجمهور الصفا زي ما بتقولوا رد عليا. رد عليا. لازم تكون اصلا يعني ايه، يعني عقلاني شويه، يعني ايه، سيبك بقى من التعصب، سيبك من التعصب. اديك شفت خالد الغندور ساب الزمالك قال ايه؟ رجع الزمالك اتحول 180 درجه. فانت الجمهور الوحيد اللي مش مستفيد من المنظومه دي. فانت خليك فاهم وما تبقاش ماشي ورا واحد، لا انت ربنا مديك عقل ميزك بالعقل، فانت خليك ايه، ماشي بدماغك انت، فكر انت، فكر انت. مطلوب منك بس تجاوب على شويه الاسئله دول. مطلوب منك تجاوبني على شويه الاسئله دول بالله عليك. مين باع مصطفى محمد؟ مين باع مصطفى فتحي؟ مين اللي باع امام عاشور؟ اكيد مش النادي الاهلي. اكيد انا بوريك بس الحاجات اللي وقعت الزمالك، يعني الحاجات اللي بتوقع. اكيد مش النادي الاهلي. ومين اللي عمل بند كده ان هو ايه، امام عاشور لو رجع ما يرجعش على نادي الزمالك؟ اكيد مش النادي الاهلي. اكيد مش النادي الاهلي. في سبوبه يا جدعان بتحصل، في سبوبه بتحصل. فانت فهمني مين اللي باع مصطفى محمد وامام عاشور ومصطفى فتحي والزمالك كان محتاجهم؟ مين؟ الاهلي؟ مش الاهلي. طيب اتنين، مين ما جددش لفرجاني ساسي وبن شرقي وطارق حامد؟ الاهلي. ما هم دول اللي وقعوا الزمالك. ما انت بتسترسل منك، بص كام واحد وكام واحد تقيل واساسي. مين؟ الاهلي. مين اللي جاب زكريا الوردي ومين اللي جاب سامسون ومين اللي جاب نضاي؟ 3 صفقات. مش بص يعني مش عايز اقول لك مشبوع، بص يعني 3 صفقات كده اونطه. كان فيها عمليه سمسره كده والدنيا حلوه والدنيا شغاله. كان فيها سمسره شغاله. مين؟ ومش على قد ان هما يعني يلبسوا تيشيرت النادي الزمالك. مين؟ الاهلي ولا مين؟ معلش يعني عايزك يعني ايه، رد عليا. الاهلي هو اللي جاب ال3 صفقات دول. مين اللي اتهم لعيبته ونادي الزمالك على قمه الجدول؟ ها، مين اللي اتهم لعيبته بتعاطي المخدرات والمنشطات؟ مين اللي اتهم احمد فتوح؟ مين اللي اتهم عبد الله جمعه وانت على قمه الدوري انهم بيشربوا المنشطات وبتاع نسوان وبتوع خمره وبتوع. الاهلي صح؟ انا بكلمك على الحاجات اللي وقعت الزمالك، الحاجات اللي وقعت الزمالك. الاهلي. مين اللي عليه 70 مليون جنيه لاتحاد الكوره؟ وكل مره اتحاد الكوره يطلع، بص ما اتحاد الكوره كل ما بتخبي، كل ما الزمالك بتحط عليه ديون، كل ما بتخبي وبتمشي يعني ما هي لجنه بتيجي بتقعد سنه سنتين بيبقى الزمالك عليه ديون بتتراكم عليه، ماشي؟ فبيجي الاتحاد اللي بعديه الزمالك ما بيدفعش، بيجي الاتحاد اللي بعديه اللجنه اللي بعديها برضه بيبقى الزمالك عليه فلوس، فبيجي بقى الاتحاد بقى المنتخب يقول لك لا ده 70 مليون، ده كتير قوي 70 مليون. فكل اتحاد 70 مليون دول ترقموا بكده، يعني بقى 70 مليون كده. كل لجنه بتيجي بتحط، ما بتاخدش فلوس من نادي الزمالك، ما بتاخدش فلوس من اللجنه اللي بعديها بتيجي ما بتاخدش فلوس من نادي الزمالك لحد ما وصلوا ل 70 مليون. ومين بقى؟ اكيد برضه مش الاهلي اللي عليه 70 مليون ده، يعني هو اللي خلى 70 مليون. مين بقى حكايه القيد اللي هي شغاله اليومين دول؟ يعني مين اللي راح اخر ساعه ونص على قفل القيد وقد راح بنفسه عشان خاطر يأيد اللعيبه ومسجل فيديو؟ مين اللي عمل المشكله دي اصلا؟ ما انت كان عندك شهر، وكان قبلها من قبل شهر يناير ب 15 يوم قايلين لك لازم الانديه تصفي الحق، يعني ايه، الذمه الماليه بتاعتها، لو في فلوس تظبط الدنيا مع الاتحاد. فانت حضرتك كنت نايم ومشخر، ومره واحده صحيت قبل القيد ما يقفل بايه؟ بساعه ونص. مين اللي كل يوم بيمسك الحديده
يوميا بيشتم في كل الناس، قريب بعيد هنا ولا عامل حساب لاي حاجه، والفاظ بنسمعها على التلفزيون. مين؟ النادي الاهلي. النادي الاهلي بيقعد يشتم في جماهيره، بيمسك الحديد ويقعد يقول امك وابوك لجماهير نادي الزمالك. مين اللي عليه احكام واجبة النفاذ ولا يطبق عليه القانون؟ ومفيش حد في مصر بيحصل له كده. النادي الاهلي برضه، ما انت واخدها بالجعجعه. مين اللي طرد فيريرا المدير الفني نادي الزمالك؟ مين اللي طرد فيريرا المدير الفني نادي الزمالك؟ ها؟ يومين بالظبط وراح مرجعه تاني. اكيد مش الاهلي. مين اللي حط المدير الفني فيريرا جنب المدير الفني اسامه نبيه؟ ها؟ والاتنين بقى مع بعضيهم على الدكه، ولعيبه الزمالك مشتته مش عارفين ده المدير الفني ولا ده المدير الفني، ولا هياخد مين اللي هياخد تعليمات من دوك ولا مين اللي هياخد تعليمات من دوك ولا الكلام ده. مين اللي عليه فلوس بالملايين؟ ها؟ مين اللي عليه مديونات بالملايين، بعشرات الملايين، بل بالمئات الملايين؟ ها؟ اذا كانت بقى ضرايب، اذا كان كهرباء، اذا كان ضريبه كسب عمل، اذا كان اقساط، اذا كان اوقاف، ها؟ اذا كان غرامات للفيفا. مين؟ النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي بيعمل ده كله. انت بس كل اللي عندك ايه؟ رجع ساعات خطيب. الاهلي ما عندوش كفيل. عشان كده والله رجل المباراه وكل مباراه للنادي الاهلي او نادي الزمالك، وصفقه القرن للنادي الاهلي اللي ما جاتش صفقه في تاريخ النادي الاهلي هو رئيس نادي الزمالك. كل ما نادي الزمالك بيبقى حلو يروح موقع، كل الزمالك ما يبقى كويس يروح موقع. كل ما الزمالك يبقى كويس والناس تجيب في سيره فيريرا، لا انا ازاي؟ انا لسه من يومين الناس لما كسبوا سموحه بالاوابطه كده يقول لك الاستاذ عليها طلعت قالت فيريرا ونسيوا اللي حل المشكله والمحاشه. يا عم والله ما لما بتكتب ان في سنه كذا الزمالك خد بطوله كذا في عهد المجلس الاداره كان اسمه كذا وكذا وكذا وكذا، ما بتسجل برضه على فكره. الناس كلها بتتكلم على كمال درويش ليه؟ ما هو كمال درويش نزل لعب؟ ما نزلش لعب، بس كان في عهده، كان موفر كل حاجه. الراجل كان من كتر البطولات بيقول لك انا معيش فلوس ادفع مكافئات. شفت وصلت لحد فين؟ من كتر البطولات طلع قال لك انا معيش فلوس ادفع مكافئات. فلو انت زملكاوي فعلا بتفكر من جمهور رد عليا في كل الحاجات دي. ومين اللي وقع الزمالك؟ ولا هي فعلا مرتضى منصور هو صفقه القرن للنادي الاهلي؟ لو انا سامع كده يقول لك ايه يا خطيب انا اقدم منك مش عارف، ماشي انت اقدم، بس انا بقول لك شكرا. وبص، ولو الزمالك كسب النهارده ان شاء الله هيتغلب، لو كسب النهارده هيقع تاني. اذا عجبك الفيديو بالله عليك ما تبخل على الله باللايك والاشتراك وتفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.